السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للفيديو اليوم فغيكون عن طريقة تحضير وجبة سهلة وبسيطة بمكونات جد اقتصادية. غنحضر معكم باستيشو او ما يسمى بكوزاميا بطريقة بسيطة ورائعة كتجي لذيذة لوجبة عشاء او لوجبة غداء. بسم الله وعلى بركة الله. نبداو في تحضير هذه الوجبه. كما كتلاحظوا هنا عندي مقلاة فوق النار اللي كندير فيه 3 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، وكنديروا فيه ايضا واحد بصله مشلطه. هنا عندي بصل مفروم، وكنضيفوا الملح حسب الذوق. بالنسبه للزيت فيمكن لينا نديروا زيت الزيتون اولا نديروا زيت نباتي. كنسوطيو هاد البصله شويه حتى كتشحر لينا حتى كتدبل لينا هاد البصله. من بعد ما كنشوفوا البصله دبلت لينا فكنضيفوا اللحم المفروم. هنا كنضيفوا اللحم المفروم بالكميه، يعني الكميه المتواجده عندنا صافي. من بعدها فكنضيفوا التوابل. بالنسبه للتوابل كنزيد سكنجبير وشويه الابزار، وعندي شويه الكمون وشويه الفلفل الحار. هنا كنضيف شويه الفلفل الحار، وايضا بالنسبه للاعشاب المنسمه اللي غنسمو به هذه الاكله فكنضيفوا الزعتر اللي كنحكو في يدينا. صافي البنات كنبقاو نشحروا هاد الكفته ديالنا في هاد المكونات. بالنسبه للبنات انا دائما كندير السكنجبير مع الكفته كيجي لذيذ. التوابل اللي غنحتاجو في هاد الاكله صافي كنصوتيو مزيان هاد الكفته حتى كتنشف من الماء. بالنسبه للبنات يمكن لكم تضيفوا اليازير كاعشاب منسمه، يعني ديروا اليازير. بالنسبه ليا فاكتفيت بالزعتر. والان نمروا نحضروا الصوص بيشاميل ديالنا. كما كتلاحظوا هنا عندي كاسروله اللي كندير فوق النار، كندير فيها ملعقه كبيره تاع الزبده. كنخليو داك الزبده حتى كيذوب شويه. من بعدها كنضيفوا ملعقه كبيره تاع الدقيق الابيض. صافي كنبقاو نخلطوا ديك الزبده مع الدقيق الابيض حتى كتبدا تغلى لينا باش يطيب لينا داك الدقيق عفوا. بالنسبه للبنات يمكن لينا نديروا زيت الزيتون بلاصه الزبده. صافي كنبقاو نشحروه مزيان. ملي كيبان لينا ان تشحر مزيان فكنضيفوا في هذا الاثناء الحليب. هنا عندي كاس تاع العنبه تاع الحليب ما يعادل 150 مليلتر تاع الحليب. يعني كهنا كنعبرنا بكاس العنبه كنضيفوه تدريجيا البنات كما كتلاحظوا مع التحريك المستمر باش ما يديرش لينا دوك الكويرات، ما يتكلكعش لينا داك الحليب. صافي ملي كنشوفوا ان يعني منسجم لينا مزيان فكنضيفوا الحليب، الكميه ديال الحليب كامله. بالنسبه للتوابل البنات فغنضيف شويه الابزار والملح فقط لهاد الصوص بيشاميل. صافي كنبقاو نحركو مع التحريك المستمر حتى كيبدا يغلى لينا هذا الخليط. يبدا يغلى واحد شويه صافي كنطفيو عليه. بالنسبه لداك الدقيق الا بان لكم انه تكلكع لكم يعني في حبيبات ديال الدقيق فيمكن لكم في هذه المرحله كتصفيو البيشاميل ديالكم عاد كطيبوها. يعني في هذه المرحله كنصفيوها عاد كنطيبوها. بالنسبه لي انا فانسجمت كامله الجنسات كامله فخليتها تطابت. كنخليوها تبدا تتغلى لينا مزيان. صافي كنطفيو عليها النار. وفي هذا الاثناء جهزنا جميع المكونات اللي غنحضروا به باستيشو. بالنسبه للبنات فقليت البطاطا، ايضا درت البطاطس المقلي. صافي هنا عندي ديك الكفته ديالنا، يعني داك اللحم المفروم اللي شحرنا مع داك البصل كنديروه في واحد الاناء. من بعدها كنضيفوا عليه بطاطس المقلي، يعني بطاطا مقليه اللي كنضيفوا عليه الفريت اللي كنقليوه يعني بطريقه اللي كنقليو به اي فريت. وكنضيف هنا شويه الجبن، اي جبن متوفر عندكم، يعني اي فرماج متوفر عندكم. بالنسبه لي انا فضفت داك الفرماج، يعني الفرماج حمر. وكنضيفوا ملعقه ونصف ديال داك الصوص بيشاميل اللي حضرنا من قبل. كنضيفوها مع هاد المكونات وكنخلطوها مزيان حتى كتنسجم معها كليا. والان غناخذوا المول اللي كيدخل الفران اللي كندهنوه بالزبده. كما كتلاحظوا راه دهنته بالزبده. كنديروا فيه دوك المكونات كاملين في هذا المول. بالنسبه للبنات كاين اللي كيشد ديك
الصوص بيشاميل، يعني كيدير طبقه تاع هذا الخليط وكيدير الصوص بيشاميل وكيدير عاوتاني طبقه اخرى ديال هذا الخليط. بالنسبه ليا انا كنفضل هذه الطريقه، يعني كنخلط ملعقه ونصف تاع الصوص بيشاميل مع هاد المكونات. صافي كنديرهم في هذا المول وكندير شويه الفرماج على الوجه بهذا الشكل. ومن بعدها كنجيب داك الصوص بيشاميل اللي كيشيط ليا، يعني اللي كنكون مخليه، لانني كنديرها فقط ملعقه ونصف في الاول. كنخلي هنايا صوص بيشاميل، يعني كنخلي صوص بيشاميل باش نغطي به الوجه كامل ديال هاد المكونات. ضروري نغطيو الوجه كامل. صافي كنخشيوهم في الفرن لمده ربع ساعه على النار تكون مجهده، يعني فقط باش يتحمر لينا بهذا الشكل كما كتلاحظوا. من بعد ما دازت ربع ساعه 15 دقيقه، فهذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه ديالنا. كنزينوا ليها الوجه ديالها بشويه الفرماج ولا اي حاجه متوفره عندكم، او يمكن لكم ايضا ديروا بقدونس مفروم. بالنسبه ليا فدرت الفرماج هكايا، ودرت ايضا شويه الزعتر على الوجه وهو باقي سخون، فكيذوب داك الفرماج على الوجه. صافي بسرعه كيذوب لينا داك الفرماج على الوجه، كتجي بهذا الشكل كما كتلاحظوا. نتمنى نال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله. فعلا جات احسن ملي كتباع في المطاعم. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوناش لي لايكات والبارطاج للفيديو. الا كنتي اول مره كتشاهد الفيديو ديالي ما تنساش تابونا معايا في القناه وتضغط زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد فضلا وليس امرا. ومع السلامه.